بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتعرف على الدرس الثالث في برنامج السويش ماكس. تعرفنا في الدرس السابق على خصائص البرنامج، وعرفنا ان كل كائن من الكائنات الموجودة عندي على المنصة بيظهر لها مجموعة من الخصائص. اليوم نتعرف على خصائص المنصة. اول حاجة بضغط عليها، بعد كده بروح اضغط على اداة الموفي بروبرتيز. رقم واحد من هنا في عندنا الباك جراوند كولر، وبحدد منها لون المنصة. كمان عندنا الوايت والهايت اللي هي العرض والارتفاع، يعني مثلا هنعملها 500 اللي هو العرض، والارتفاع 400. كمان عندنا حاجة اسمها الفريم ريت، والفريم ريت بيبقى 25 اطار لكل ثانية. 25 اطار لكل ثانية، يعني عندنا الخط الزمني بتاعنا كل 25 خط من الخطوط ديت بيكونوا 1 ثانية، وديت اللي بحدد عن طريقها مدة الفيلم بتاعي. كمان في عندنا ستوب بلاي ات اند، وهي ايقاف الفيلم في نهايته. بعد كده بضغط على اوكي. في كمان عندنا ستوب بلاي ات اند، وديت لايقاف كل مشهد بروحه. من بعد كده نتحرك الى حرف التي ونكتب الكويت. هنا ظهرت لنا خصائص الكتابة. اول حاجة عشان اغير نوع الخط بروح اضغط على السهم وبختار النوع المحدد. كمان بعد كده بختار من هنا حجم الخط، وكمان اللون، وهنا ممكن اعمله بولد او ايتاليك. في عندنا خاصية اللي انا احول النص بتاعي الى بيكسل، ان انا اختار من حرف الفي واختار اللي هي البيكسل. كده دي جميع الخصائص الخاصة بالكتابة. كمان عندنا في خاصية الخاصة بتشيب او الادوات، وهنا رقم واحد التعبئة. بروح اختار التعبئة. احنا قلنا تعرفنا على تعبئة اللون، او ان انا اللون المدرج ان انا اختار لونين. مجرد ان انا بختار اضغط على اللون الاول، وبعد كده بضغط على اللون التاني. هنا عملت تدرج لوني. كمان ممكن اعمله صورة. طيب الصورة دي هتظهر معايا امتى؟ اضغط على الصورة، وبعد كده اختار من ديسكتوب، اختار صورة معينة، وبعد كده اضغط على اوبن. كده ظهرت الصورة معايا داخل الدائرة. كل ما اكبر الدائرة تبدأ الصورة تظهر معايا. كمان عندنا مجموعة من الخصائص زي ان انا بنتقل الى الترانسفورم. اول حاجة لو انا عايز اعرف حجم الدائرة بتاعتي دي كام، مثلا هنا 268 في 269، هخليها مثلا 100 في 100. كده انا حددت حجم الدائرة. كمان عندنا الدوران للدائرة او الانحراف. ناخد الانحراف الاول، مثلا هعمله بزاوية 30 الانحراف، وكمان ممكن اعمل لها الدوران بزاوية 20. وبكده نكون تعرفنا على الدرس الثالث من برنامج السويش ماكس. شكرا.